48 ساعة تفد حالة جديدة مصابة بالسرطان على قسم الأنكولوجيا الأطفال بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. القسم أحدث قبل 3 سنوات ليغطي حاجيات جهة فاس بولمان والجهة الشرقية الشمالية. سنة 2012 استقبل القسم 130 حالة جديدة، واليوم لم تعد الطاقة الاستيعابية تتحمل هذا العبء. في المستشفى النهاري كنوصلوا ما بين 180 160 حتى ل 200 يعني علاج خلال الشهر، اي ان السرير كيتنوبوا عليه بزاف المرضى في اليوم. الامراض اللي كنشوفوا الكثيره كاين عندنا سرطان الدم، كاين عندنا سرطان الغدد اللمفاويه اللي كيتسمى لي لانفوم، كاين عندنا سرطان الكلي، كاين عندنا سرطان العظام بجميع الانواع ديالو. وزن خبر إصابة طفل في العائلة بالسرطان يكون ثقيلا ولا يحتمل. الدكتورة سارة تعطي للآباء نصيحة تبعد عن السرطان صفة القاتل. هي أن سرطان الطفل الحمد لله قابل للعلاج، وهو بالعكس كيتجاوب بطريقة هائلة مع الدواء مقارنة مع الناس اللي يعني كبار السن. الأطفال معروفين باستجابة ديالهم للعلاج، والحمد لله بالطبع نسبة العلاج كتختلف من سرطان إلى آخر، من درجة إلى أخرى، ولكن في الغالبية كيتشافوا بعون الله سبحانه وتعالى. وإحدى أنجع طرق العلاج حسب رئيس قسم طب الأطفال هي التشخيص المبكر.